مساء الفل عليكم. يمكن يعني اعتبرها دردشة أو فضفضة، زي ما دايما الواحد بيطلع يدردش أو يفضفض. السنة الجديدة سنة 25 2025. 2025 شكلها تبقى سنة صعبة، أصعب من السنين اللي فاتت كمان. يعني السنين اللي فاتت كانت صعبة اوريدي أصلا. يعني احنا بقالنا سنين بنعيش من سيء لأسوأ، على مستوى الاقتصادي، على مستوى المادي، على مستوى الطبقات بتقل في طبقات يعني بتتآكل. يعني الطبقة المتوسطة خلاص نزلت تحت في الحضيض، بقت تبع الطبقة الفقيرة، والطبقة الفقيرة تقريبا بقت معدومة. وفي ناس حرفيا ممكن تموت من الجوع عادي. المثل اللي هو كان بيقولك محدش بيبات أو محدش بيموت من الجوع، لا، في الأوضاع الاقتصادية دي من سيء لأسوأ الموضوع بقى صعب. في معاناة على كل الأصعدة، في معاناة على كل مستوى، على كل المستويات وعلى كل الطبقات. الطبقات الغنية بتعاني، فمتخيل بقى الطبقة المتوسطة أو الفوق المتوسطة أو الطبقة القليلة شوية، أو دول بيعملوا إيه لما الطبقة الغنية بتعاني. فالسنة الجديدة يعني هيبقى فيه الدولار ممكن يرفع، أو أكيد هيرفع أكتر من كده. فهتبقى الطامة الكبرى بقى، أو هتبقى الضربة القاصمة اللي هي هتبقى يعني ضربة من الآخر يعني. فده هيسمع في كله، ده هيسمع في كل حاجة. يعني انت المفروض بتحاول تقلل في الرفاهيات اللي انت بتستخدمها، بتحاول تعتمد على الحاجات الأساسية بس أو البيزكس بس. بعض الطبقات بتعمل كده، حتى البيزكس بقت رفاهيات في بعض الأحيان. يعني كونك تحقق الحاجات الأساسية عندك يوميا، دي بقت قدر من الرفاهية. فبقت ايه، لا ده لما احقق الحاجات الاساسيه بتاعتي مش شرط كل يوم، يعني هقلل يبقى 3 ايام في الاسبوع مثلا. بس في حاجات مفيش فيها بقى، فانت يعني ايه، فالحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على اللي احنا عليه. لان لو انت صبحت الصبح كده تعبان لا قدر الله، محتاج شويه تحاليل وكشوفات ومش عارف ايه والكلام ده كله، وانت هتدفع اللي وراك واللي قدامك. هتدفع اللي وراك واللي قدامك في بس مجرد انك لسه بتكشف وبتحلل. انت لسه ما خدتش كورس علاج اصلا، يعني مجرد تحاليل واشعاعات ومش عارف ايه مثلا. انت ممكن تروح في تدفع مبلغ محترم، مبلغ وقدره. فالحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله. الحمد لله على نعمة الستر، الحمد لله على نعمة انك ما مدتش ايدك لحد او محتاج او. فدي كلها نعمة يا جماعة، احنا مش حاسين بيها. احنا بنشوفها حوالينا، بس اللي هو طالما بعيد عني خلاص عادي، ما انتش حاسس بيها، لا. فانت احمد ربنا عشان النعمة ما تزولش منك. ده درس انت تتعلمه. الاوضاع بتبقى سيئة وانت ستيل لغاية دلوقتي الحمد لله ربنا معافيك، فتقول الحمد لله بدل مرة 100,000 مرة. فده مش معناه انك تتشائم او تقفل خالص بقى، او يعني خلاص بقى بقت مظلمة. لا، يعني في جميع الاحوال لا تحمل نفسك فوق طاقتها. وبرضه هي من ضمن الحاجات اللي فيها يعني مستفزة. يعني انت بيولوجيك، يعني بالمنطق، يعني انت كبني ادم الانكم بتاعك او الدخل بتاعك او مصدر الرزق بتاعك مثلا بيديك قرش في الشهر. فانت بتعيش على قد القرش، اوكي. بيديك قرشين، بتعيش برضو على قد القرش وتوفر قرش. بيديك 5 قروش، تعيش على قد 3 قروش وتوفر قرشين. ده المنطق الطبيعي بتاع البشر العاديين. لكن ما ينفعش يبقى انت الانكم بتاعك او الدخل بتاعك قرش وتعيش ب5 قروش. انت كده بتعمل ايه؟ انت كده يعني بتحمل نفسك اعباء اضافيه ملهاش اي معنى ولا لها اي داعي. انت الانكم بتاعك قرش، يبقى زي ما قلنا تعيش على قد القرش. لكن ما تعيش انت قرش وتعيش ب5 قروش. انت ايه ده؟ ده مش منطق. فانت بتحاول بقدر الامكان تكيف نفسك وتكيف نفسك على الدخل اللي جاي لك بايا كان بقى، وما تبصش لغيرك. كل واحد عنده المشاكل اللي فيه، كل واحد عنده قصته الخاصة، رحلته الخاصة. انت بتبص لجزء معين او جانب معين، مش بتبص للصورة كاملة على بعضها. في حاجات انت ما تعرفهاش، وهكذا. فلو احنا بصينا نبص، بطلنا نبص لبعض وكل واحد يركز في حياته وركز في قصته ورحلته وكفاحه، هيبقى انتاجه اعلى وهيريح دماغه ونفسه هتهدى في حاجات كتير قوي. معاني كتير قوي هو هيحس بيها، عكس ما يحمل نفسه فوق طاقتها. هيتعب نفسيا لما يبص لفلان وعلان وعلان وعلان، والسوشيال ميديا ما شاء الله يعني، والتيك توك شغال ما شاء الله هو،
والانستا والفيسبوك فاحنا بقينا مبهورين بزياده باللي احنا بنشوفه. وكمان تيجي تعكس الكلام ده عليك، فتبقى انت مش قادر تحقق الليفل ده كله، فيجي لك احباط او يجي لك انتكاسه او تكتئب أو لا. الحمد لله، انت احسن من غيرك. كمل، دوس، اعمل اللي عليك. انت مش مطالب باي حاجه. قلت كتير في فيديوهات سابقه، انت مطالب فقط بالسعي، مش مطالب بالنتيجه. ما هو اشرحها لك ازاي. ما هو انت المفروض زي ما انت عارف انك مطالب بالسعي فقط لا غير، مش مطالب بالنتيجه. اللي يصبرك بقى على كده ايه؟ ان كل ده هيخلص. كل المشاكل وكل الانبهارات وكل ده هيخلص. والملايين من الملاليم للملايين كل ده هيخلص. فعزائك في الدنيا ان هي فانية. انت نفسك هتخلص، واللي معاه 100 مليار هيخلص، والحياة دي كلها هتخلص. والمشاكل اللي انت شايفها مشاكل وصعبة عليك، استحمل شوية لانها هتخلص هي كمان. كله هيخلص. انت فترة مؤقتة في الدنيا، انت واخد بس كده بريك كده، وهتكمل على الآخرة تاني. فكل المشاكل اللي موجودة سواء صحية مادية اجتماعية أيا كان، استعن بالله، حاول تستحمل، وعزائك إنها هتخلص. وفي نفس الوقت تعمل اللي عليك وبس. بس أنت مش مطالب بأي نتيجة. يعني اسمها إيه، في حاجة كمان، آه، اسمها إيه، ما تقدرش البلاء قبل وقوعه. يعني إيه؟ يعني في ابتلاء ربنا هيبتليك بيه. من رحمة ربنا إن هو لما بيبتليك بابتلاء بيديك القدرة على تحمل الابتلاء ده. فلما انت تقدر البلاء قبل وقوعه فتعيش في الابتلاء من قبل ما يحصل لك، فانت لسه ما عندكش القدرة انك تتحمل الابتلاء ده. هو هيجيلك القدرة لما تبتلى بهذا الابتلاء. فانت مسبق من قبلها. انت اصلا ممكن تموت يا اخي من قبل ما توصل للابتلاء ده. يبقى انت عشت ابتلاء من قبل ما يجيلك، ومت وانت يعني مش ممكن. مش منطقي خالص يعني. فما تقدرش البلاء قبل وقوعه. يعني يا سيدي انت مستعجل على ايه؟ يعني بالعكس، انت تدعي ربنا ان هو يشيل عنك الابتلاء ده لو كان جاي او انت شايفه ان هو هيحصل. ف يعني الباكج يعني دي على بعضها انت المفروض تاخدها. والشاهد عشان ما نطولش في الفيديو اكتر من كده، ان ممكن تكون السنه الجايه سنه صعبه وسنه كبيسه على جميع الاصعده. وفكره ان احنا كدوله، الدوله بتاعتنا او الحكومه بتاعتنا عاجزه. اكيد نفسهم يحلوا، بس مفيش في ايدهم حاجه. الظروف الاقتصادية في العالم كله سيئة، وعندنا بقى تخيل فين بقى. فما فيش في ايد الحكومة حاجة تعمل، او واقفة عاجزة ما عندهاش حلول. فشل طبعا، ولكن هو عاجز، مش قادر يحل. والانكم بتاعه قرش، زي ما ضربت في المثال، وعايش ب5 قروش و10 قروش. ففي فرق كبير، في فرق سرعات. فالمفروض يبقى في ترشيد للنفقات وتوجيه للنفقات في المسالك الطبيعية، في الأولويات، في البيزكس زي ما قلنا. وما بعد ذلك لما يكون معاك فلوس اكتر او انكم اكتر، تبدأ تضخ في حتة تانية وهكذا. طبعا ده مش بيحصل، ما علينا. انت اللي ليك ايه؟ انت اللي ليك انك تشتغل على نفسك وتسعى. النتيجة دي مش بتاعتك، لا بتاعتك ولا بتاعتي ولا بتاعت حد. وتشتغل وانت مبسوط بقى، يعني عندك رضا، عندك سلام نفسي بالمشاكل اللي معاك، وتدعي ربنا ان هو يفرجها عليك. وبس خلاص، انا مفيش في ايدي حاجة اعملها، فليه احمل نفسي فوق طاقتها؟ فاحنا يعني ده بمنتهى السلاسة وبمنتهى السهولة يعني. لا تحمل نفسك فوق طاقتها. اشتغل واسعى وبس. نتيجة مش بتاعتك. اشوفكم على خير، وان شاء الله يبقى بكرة احلى واحلى بإذن الله. ربنا يفرجها علينا جميعا يا رب، يفرجها على مصر ويفرجها على كل الدول العربية وكل المسلمين في كل مكان. اشوفكم على خير. السلام عليكم.